الاتحاد الافريقي لكرة القدم يضع النادي الاهلي في مواجهة مع اتحاد الكرة. الاتحاد الافريقي حدد كاس السوبر الافريقي بين النادي الاهلي المصري ونادي اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر، والنادي الاهلي عنده معسكر في النمسا من 28 اغسطس ل 6 سبتمبر. لكن منتخب مصر عنده تجمع يوم 4 سبتمبر، وعنده ماتش مع اثيوبيا في تصفيات الامم الافريقيه اللي احنا وصلنا لها وخلاص وصلنا التصفيات يوم 8 سبتمبر. ومنتخب مصر عنده ماتش ودي مع تونس يوم 12 سبتمبر. طب النادي الاهلي هيعمل ايه؟ النادي الاهلي بيطالب اتحاد الكوره انه يسيب اللعيبه، وبيقول له انت مش محتاج اللعيبه لان مصر خلاص وصلت نهائيات الامم الافريقيه، فماتش اثيوبيا تحصيل حاصل. كذلك الامر ماتش تونس ماتش ودي. كمان الاهلي له وجهه نظر بيقول لك ما تجرب لعيبه جديده يا عم، ما تجيب لعيبه جديده تجربها في منتخب مصر وسيبك من لعيبه الاهلي. هي هتقف يعني على لعيبه الاهلي؟ يعني المنتخب هيضيع لو لعيبه الاهلي ما راحتش؟ فانا شايف من وجهه نظري ان النادي الاهلي عنده حق، رغم ان انا في حاجات كتير كنت بشوف ان النادي الاهلي ما عندوش حق، لكن في دي النادي الاهلي عنده حق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في قناه الزمهلاوي. ما تنساش اللايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما قلنا الخبر ده كده النادي الاهلي عنده حق التالت ومتالت بصراحه. يعني المنتخب خلاص احنا وصلنا تصفيات كاس الامم الافريقيه، وصلنا النهائيات خلاص، فماتش اثيوبيا تحصيل حاصل، ما تجرب يا عم، جرب لعيبه جديده. كذلك الامر ماتش تونس يوم 12، يعني ماتش ودي، يعني ممكن برضو نجرب لعيبه، نفس الكلام. لكن الاهلي عنده بطوله رسميه هي كاس السوبر الافريقي، فانا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان النادي الاهلي عنده حق في البيان اللي طلعه انه المنتخب او اتحاد الكوره يعفي لعيبه الاهلي من منتخب مصر. دي نقطه الاهلي. النقطه اللي بعد كده يا جماعه، موليكا نادي باكشتاش يعني ضرب كل الامثله في الاستغلال. يعني نادي باكشتاش او رئيس نادي باكشتاش مفكر النادي الاهلي المصري هو نادي اهلي جده او النادي الاهلي السعودي. ليه بقى؟ لانه بيقول لك انا طالب موليكا عشان يمشي النادي الاهلي المصري انا عايز 10 مليون يورو مش دولار، وهناك فرق في العملات سيد الرئيس، يعني العمله دي غير العمله دي. فالنادي باكشتاش بيهرج، بيقول لك انا عايز 10 مليون يورو، فاكروا النادي الاهلي السعودي يعني. فالنادي الاهلي بيقول لك هم 3 مليون دولار، فموضوع موليكا خلاص مش استحاله ان ينجح. بعد كده موضوع سوزا، اخر كلام النادي الاهلي عرض او رفع العرض 1,200,000 دولار للنادي الكوري اللي طلع عيل. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، النادي الكوري طلع عيل بعد ما النادي الاهلي وقع واللاعب وقع وخلاص تمام التمام، جينا عند النادي الكوري رفض التوقيع، طلع عيل، يعني خلب النادي الاهلي وخلب اللاعب. فالنادي الاهلي بيرفع العرض ل1,200,000 دولار لان النادي الاهلي في ازمه وفي ورطه، ومشكله القندوسي عماله تتعقد وتطلع وتنزل وتروح وتيجي وتمشي وترجع، فاحنا مش عارفين القندوسي هيمشي ولا مش هيمشي برضه، لان القندوسي مزرجن، وقلنا انه عامل عقده للاهلي في المنشار، ياخد فلوسه كلها، يا اما اقعد يا اما ما اروحش نادي السيراميكا او اروح نادي زد، انا عايز اروح نادي احسن من كده عشان اعرف العب في منتخب بلدي. فاحنا دلوقتي مش عارفين الدنيا رايحه على فين. خبر طريف بقى من النادي الاهلي، النادي الاهلي لما حصل التجمع واللعيبه جت اتفاجئوا باحمد عبد القادر جاي بشعر. احمد عبد القادر راجع لمعسكر النادي الاهلي بشعر، فاكتشفوا ان عنده شعر. فايه يا احمد ده؟ قال لهم انا كنت في تركيا بزرع شعر. فالاداره وكولر زعل. ليه بقى زعل؟ ما يزرع براحته، لكن لا. المشكله يا جماعه ان عشان تزرع شعر على ما اسمع يعني انك انت لازم ما تنزلش في الشمس، ما تستحماش، ما ترشش على شعرك ميه، ما تسرح قصص كده، حاجات معينه كده للناس اللي هي بتزرع شعرها. فهل احمد عبد القادر هيمر بالمراحل دي؟ طب هينزل التدريب ازاي؟ طب هيتدرب ازاي؟ طب بعد ما يخلص ماتش او تمرين هيخش ياخد دش ازاي ويبوظ شعره؟ فالاداره وكولر زعلانين من النقطه دي، نقطه كوميديه. نروح بقى اخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني اللجنه اللي موجوده دي يعني بص بقى بتقلقل كده وتفحرر، كلمه قلقل دي ما حدش يعرفها، بتفحرر كده وبتنكش وبتظبط وما تسمعلهاش حس، وشغاله كده بتطبخ على نار هاديه، وده شيء جميل جدا. يعني شيء محمود جدا في نادي الزمالك ان الناس شغاله ومحدش عارف هي بتعمل ايه، وشغاله براحتها كده وبتنقنق كده واحده واحده وبتظبط الدنيا. والكلام ده ما شفناهوش كتير في نادي الزمالك من سنين. يعني الهدوء والراحه والصفاء والنقاء والكلام الشغل الهادي ده ما شفناهوش في الزمالك من زمان. كنا بنشوف الصوت العالي والزعيق والشخيط وعملنا وسوينا والحق واجري، الكلام ده شغال في هدوء، حتى الناس ما نعرفش اساميها ايه. يعني اللي هو حسن موسى ومعاه احمد فؤاد ومعاه ايمن ابو سريع، بقيه الناس ما تعرفش مين اللي بيشتغل، وعمالين بقى ينكشوا ويطلعوا مخالفات ماليه، مخالفات اداريه، مخالفات في حاجات كتيره. فاللجنه شغاله بهدوء زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان هم خلاص هيحلوا مشكله القيد وهيحلوا مشكله الضرايب. المفروض مشكله الضرايب تخلص النهارده وممدوح عباس يشيل الحجز النهارده،
وده خبر كويس جدا لنادي الزمالك ان ممدوح عباس هيرفع الحجز النهارده. والخميس القادم زي ما قلنا برده في الحلقه اللي فاتت ان القيد هيتفتح لان نادي الزمالك هيسدد الغرامه لسبورتنج لشبونه والاتشمبوم. يعني نادي الزمالك في انفراجه، وزيزو شكله قاعد خلاص هيشوف الدنيا تمشي ازاي معاه هيقعد. فتوح الله اعلم شكله هيقعد، ومحمد صبحي هيقعد، لان برضه عقد زيزو لما خرج للعلن واتعرف عمل ازمه كبيره جدا في نادي الزمالك. فالايام اللي جايه دي هنشوف ايه اللي هيحصل. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت وشير سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.